أصدقاء المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. أنا سعيد جدا وشرف كبير ليا للناس اللي بتشاهدني من مصر ومن بره مصر. النهاردة جاي أكلمكم عن حاجة مهمة جدا في الجيم، عنوان بسيط بس معناه كبير. العب صح. يعني إيه؟ يعني تعرف الفرق بين إنك تلعب التمرين صح وبين إنك تتحرك وخلاص. النهاردة والموضوع اللي هنتكلم فيه عن تمرين الصدر العالي على جهاز الدفع. ناس كتير بتغلط فيه وبتحس ان التمرين مش جايب نتيجة، مع ان السبب بسيط جدا، اللعب الغلط. بص يا سيدي، اول حاجة وانت قاعد على الجهاز ظبط الكرسي بحيث لما تدفع ايدك تكون ايدك في مستوى اعلى شوية من الصدر. تاني حاجة ما تفردش دراعك للاخر، خليك دايما محافظ على انقباض العضلة، حسب العضلة وهي بتشتغل. تالت حاجة ما تسيبش الوزن يرجع بسرعة، خليه يرجع بهدوء عشان يشغل الصدر العالي. وركز انك ما تستخدمش كتفك او دراعك بس، التمرين كله على عضلة الصدر. نصيحتي ليك العب صح، ما تتجلش الاوزان الكبيرة، المهم الاحساس بالعضلة والتحكم في الحركة. لو لعبت صح هتشوف الفرق في شكل صدرك خلال كام اسبوع بس. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم.